لو انت في صيدله وفي اجازه اولى او ثانيه ومش عايز الاجازه دي كلها تضيع منك، فالفيديو ده ليك. بص، انت هتلاقي الكل عمال يقول لك ما تنزلش صيدليه لا في اولى ولا في ثانيه، خصوصا ان انت لسه ما خدتش فارماكولوجي، ما خدتش اي سي بي ال، ما سمعتش اي حاجه عن الادويه. فانا جاي اقول لك انزل صيدليه. صدقني ان انت تتدرب في الصيدليه بعد اولى وبعد ثانيه الموضوع ده هيفرق معاك جدا. انت بس لو عرفت حركه الودنه وعرفت ازاي تضرب الدواء على الجهاز. وحرفيا انا عارف ان انت خلال الفتره دي انت ممكن في اولى وثانيه كل الادويه اللي انت سمعتها اصلا من 20 ل 30 دواء بس، وغالبا هيكون بتعمل لهم سكيب لان مش مطلوب منك تحفظهم ولا تتسال عليهم في المواد بتاعتك. فانا واعي لحاجه زي دي لان انا عشت نفس ده، ومع ذلك عايز اقول لك الموضوع هيفرق معاك جدا وهيكون مفيد. فاين يكن بقى صاحب الصيدليه اللي هيقول لك كده، حد اكبر منك هيقول لك كده، صدقني انزل والموضوع هيفرق معاك فوق ما تتخيل. تاني نصيحه ليك، اي دواء مر عليك في صيدله، الدواء ده يعني ايه في صيدله؟ يعني في المواد اللي انت ذاكرتها السمستر اللي فات او في السنه كلها، حاول تجيب الادويه دي وتبص عليها بصه سريعه. بص، لو انت لسه مخلص اولى فغالبا هتلاقي الادويه دي في اخر الكوجنو، يعني في اخر اي محاضره في ماده الكوجنو هتلاقي اسم الدواء اللي بيتكلم عن النبته. يعني مثلا لو انت خدت نبته السنه هتلاقي في الاخر الدواء اللي بيتكلم دواء الكربون او اللي هو الايو كربون. الموضوع ده هيفرق معاك جدا ان انت تربط الموضوع. مش هقول لك اقعد بقى ذاكر وهات ورقه وقلم والكلام ده كله، لا، الموضوع مش اكتر من ان انت بس تفتكر الدواء ده وتنزل الصيدليه تدور عليه تشوف مكانه، بس تمسكه بايدك كده ان انت اللي انت درسته ده موجود في الواقع. الموضوع ده صدقني هيثبت معاك المعلومه بشكل ما تتخيلوش، وهتعرف فعلا ايه من الحاجات اللي انت درستها انت بعد ما تتخرج هتستخدمها، وايه من اللي انت درسته انت ممكن فعلا تعمل له سكيب او تخلي دماغك ينساه وانت مطمن. تالت حاجه برضه هتفرق معاك جدا في جزء الصيدليه او نزولك ده، ان انت حاول تعمل ملف او تو سي. يعني ايه ملف او تو سي؟ يعني انت لما تنزل هتلاقي الدكتور، في ناس بيدخلوا له حد يقول له يا دكتور انا عندي رشح، فالدكتور يديله مثلا بنادول كومتريكس. في حد تاني يقول له لا يا دكتور انا عندي برد لكن انا عندي ضغط، فالدكتور يكتب له حاجه تانيه غير بنادول كومتريكس لان المفروض ده بيعمل فازو كونستريكشن الى اخره من الحاجات دي. اي مريض هيدخل ويقول مرض شفوي عنده من غير روشته والدكتور يبدا يكتب له او يرشح له علاج معين، اسمه الاو تو سي او الادويه اللي من غير روشته. فساعتها انت ممكن تاخد الادويه دي. اي حاله هتدخل زي كده سجلها في ملف عندك وعينهم. صدقني الموضوع ده مع التكرار ومع مرور السنين عليك هيخلي عندك خبره فظيعه، ودي من اهم الحاجات اللي انت تطلع بيها في صيدله عامه. تالت حاجه عايز اقولها لك، احضر ايفنتات. احضر ايفنتات كتير جدا، سواء بقى ايفنتات تبع صيدله زي ايفنت اي ام بي اس اللي هو معمول تبع اي بي اس اف. عايز اقول لك الايفنت ده حلو جدا، هيكون يوم 17. اخر ميعاد للتقديم يوم 10 يوليو اللي احنا فيه ده، فحاول تقدم. انا نفسي اكون من الناس اللي هيحضروا هناك لان انا متاكد انه هيكون مفيد. هيكون في شركات ادويه، هيكون في رواد اعمال صيادله، هيكون في رول موديل ليك، ناس تشوفهم نجحوا في مجال صيدله تقعد تسمع منهم. هيكون في حاجات كتير تبع المجال ده، فصدقني الموضوع هيكون مفيد جدا، ما تفوتش الفرصه دي. احضر ايفنتات تانية مش شرط تكون تبع الموضوع، ايفنتات بقى سواء بقى الايفنتات دي تبع مجال رياده الاعمال، ايفنت رايز اب، ايفنت ستارت اب، اي ايفنت تبع مجال رياده الاعمال. الموضوع ده هيفرق معاك جدا. هيفرق معاك من حيث ايه؟ اولا ان انت تتعرف على ناس جديده، ثانيا ان انت تبدا تفتح افاقك وتشوف افكار جديده وتشوف ستارت اب عندهم افكار يبداوا يعرضوها عليك. الموضوع ده جميل جدا في ان هو يفتح افاقك لحاجات انت ما كنتش شايفها قبل كده. ما طلعتش باي حاجه من الاثنين دول، عامه هم بيكونوا بيوزعوا حاجات حلوه هناك غالبا. لم لك شنطه كده مليانه حاجات بس. رابع حاجة مهم جدا 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 تعملها في الأجازة دي، سواء بقى أنت لسه مخلص أولى أو لسه مخلص تانية، اعمل سي في واعمل لينكد إن. الاتنين دول مهمين. ولو أنت عامل سي في ابدأ ضيف فيه الحاجات اللي أنت عملتها السنة دي في السي في ده، سواء بقى إيفنتات حضرتها، سواء مشاريع عملتها في الجامعة، سواء خبرة طلعت بيها، سواء كنت ليدر في حاجة معينة، تحسن الجي بي اي بتاعك يتحسن. ضيف كل ده في السي في، الموضوع ده هيفرق معاك جدا. ولينكد ان كل ما تعمله بدري هو بيبقى تراكم خبره بالنسبه ليك، وحاجه هتفرق معاك جدا بعد ما تتخرج في ان انت تلاقي فرصه شغل اسرع، وان انت يعني حرفيا تعمل براندنج لنفسك كده. خامس حاجه وهي اهمهم، حبيت اخليها في النص عشان الناس اللي بتسكيب الفيديو قبل ما توصل للاخر، افتكر كرم ربنا عليك. ربنا بيقول ولئن شكرتم لازيدنكم. الموضوع ده فارق جدا جدا جدا، ان انت تقعد تتفكر في فضل ربنا عليك في دخولك صيدله، في ان انت المواد اللي انت كنت قلقان منها وعديت منها عادي، حاجات كتير جدا في حياتك. اقعد كده للحظات بس، يعني وقف الفيديو ولحظات تامل فضل ربنا عليك في كل حاجه انت وصلت ليها. الموضوع ده هيفرق معاك جدا في ان انت اولا تكون راضي عن اللي انت وصلت ليه وراضي عن نفسك، والحاجه الثانيه ان انت فعلا تحقق ولئن شكرتم لازيدنكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يصلي قيام الليل لحد ما تتورم قدمه، فعائشه رضي الله عنها في يوم قالت له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم وما تاخر من ذنبك. يعني انت كده كده مغفور لك، ليه التعب ده كله؟ احنا كلنا عارفين ان انت داخل الجنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها رد ابهرني بجد. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها وقال لها افلا اكون عبدا شكورا. يعني هو شايف من ناحيه تانية خالص، احنا كلنا شايفين ان هو كده كده اتغفر له، لكن هو شايف ان انا
انا المفروض اشكر على انه اتغفر لي. الحاجه السادسه اللي هقول لك اعملها، اشتري كتاب صيدليه بالبلدي. الكتاب ده هيفرق معاك جدا. عايز اقول لك انا عاده عندي بعملها ان انا كل اجازه من ساعه ما خلصت اولى اشتريت الكتاب ده، بقيت كل اجازه اقرا فيه شويه واحاول اخلص فصل منه في الاجازه دي. الموضوع ده بيفرق معاك جدا في جزء الاو تو سي، بيفرق معاك جدا ان انت لما تنزل الصيدليه يكون عندك خبره. والله لو ما بتنزلش صيدليه واشتريت الكتاب وقراته هيخلي عندك خبره جدا في الادويه اللي موجوده في السوق، خصوصا ان احنا غالبا يعني مش بندرس الكلام ده بحذافيره في الجامعه. يعني ما تلاقيش مثلا يقول لك من المرض الفلاني تاخد دي الدواء الفلاني بشكل مباشر كده، غير يعني في اي سي بي ال بشكل غير مباشر في الفارما بيبقى كده. لكن كتاب يكون بيتكلم عن كده بالظبط، وكتاب صيدليه بالبلدي بيعمل كده. عايز اقول لك انت لو مش في مجال صيدله اصلا وقرات الكتاب ده، والله هتوصل لك المعلومه وهتبقى فاهم كل حاجه كانك في صيدله، وهو مبسط المعلومه حرفيا بالبلدي. يعني هو كده حرفيا زي ما الكتاب بيقول. اخر نصيحه هديها لك وهتفرق معاك جدا، انا مش بقول ذاكر، انا مش بقول ذاكر، لكن انا بقول اقرا المواد بتاعت السنه الجايه، ومش المواد كلها. اختار ماده واحده بس اقراها. يعني لو انت لسه مخلص اولى وداخل تانية، ارشح لك ان انت تقرا ماده الفسيولوجي. ليه؟ اولا ماده سهله، انت فعلا ممكن تخلصها في الاجازه قراءه. وانا لما بقول قراءه بقصد ان انت بس تبعت السلايدات لشات جي بي تي وتخليه يقراها عليك كده، وتمر على الماده مرور الكرام. لما تدخل السنه الجايه هتلاقي في ماده انت فاهمها ومستوعبها ومخلص جزء كبير منها. والحاجه الثانيه، الموضوع ده بجد يعني هيخليك حاسس ان انت سابق اللي حواليك، حتى لو انت فعليا يمكن عندك نفس المعلومات اللي عندهم او محققتش حاجه او مش فاكر الكلام، بس الاحساس ده كفيل ان هو يديك دافع. تمام. الحاجه الثانيه، لو انت بقى مخلص ثانيه وداخل على ثالثه، فانصحك ان انت تقرا ماده الاي سي بي ال. اولا هتفيدك في الصيدليه، لو انت هتنزل بقى تبدا ان انت تقراه وتبص عليه في الصيدليه، المعلومه هتثبت معاك جدا لما تاخد الكلام ده في سنه ثانيه. ثالثا انت خلصت ماده من المواد اللي هتكون عليك، سواء بقى انت بيكون عندك بتختلف من جامعه لجامعه يعني، بس المتوسط من 7 ل 10 مواد بيكونوا عند اي حد في سنه من سنين صيدله. في حاجه عايز اقولها لك بقى كدكتور صيدلي، لا مش هقولها لك، دمتم في رعايه الله.